Audio Jungle. والله انا تعاونت مع نيلي كريم كذا مره، والحمد لله كل الحاجات اللي تعاوننا فيها مع بعض كانت حاجات كويسه الحمد لله، واتمنى لو تعاوننا مع بعض تاني تبقى حاجات كويسه برضه. اولا انا فخور ان الفيلم بيتعرض في مصر اكتر حتى من مهرجان كان. مهرجان كان ده حاجه عظيمه، بس بلدك الفيلم اللي انت عامله ليها اهم حاجه انه يتعرض فيها. الفيلم في مهرجان كان تم الاشاده بيه، قالوا هوليوود ريبورتر من اهم المجلات العالميه قالت عليه من اهم 10 افلام في المهرجان، قالوا عليه جوهره مهرجان كان. رابطه النقاد الفرنسيين اختارته من ال5 افلام اللي بيدعموها في المهرجان. فالفيلم توم هانكس، دانيال كريج اللي هو بتاع جيمس بوند بعتين لي رسائل خاصه قد ايه هم مبهورين بالفيلم، ودي حاجات هنشرها يعني. كل ده كوم، وان مصر هنا تستقبله استقبال كويس دي اهم حاجه عندي في حياتي. الفيلم 20 دوله اشترته غربيه غير الدول العربيه، منها كل الدول الاسكندنافيه، منها امريكا، منها انجلترا، منها تركيا، منها فنزويلا، البرازيل، البرتغال، دول كتير جدا جدا جدا، ايطاليا. فرنسا اتعرض في 200 دولار عرض في 14/9، بس اهم عرض في الدنيا هو العرض ده، واهم حاجه ان الناس تشوفه هو الايام دي، واهم وقت ان الناس تقف جنب الفيلم هو الوقت ده. بقدم للجمهور حاله من الاشتباك، حاله من الاشتباك جوه العربيه، وهنشوف حاجه جديده ما تقدمتش قبل كده، ولكن في اطار على ما اعتقد هيجذب الناس بشكل. لا حقيقي انا منهم ناس كتير اصحابي، محمد طارق، مي غيطي، سباعي، احمد السباعي، احمد مالك، استاذ صالح عبد العزيز، منهم ناس كتير من اصحابي. وتاني حاجه ان انا كنت عايز امثل الفيلم ده جدا، وعملت له كاستنج استاذ محمد دياب بس فكره الفيلم كانت حلوه جدا وانا بعمله كاستنج. حاجه تانية ان الفيلم انا رحت اخر يوم التصوير مع محمد طارق، كان في الخنكه بيحكي لي كواليس الفيلم معمول ازاي. في صرف عليه رهيب، في امكانيات، في شغل معمول فيه، ناس تعبت فيه جدا سنه ونص بيشتغلوا عليه. ففكره انك غير بقى قضيه الفيلم نفسها، وان هو سياسي بس سياسي هادي، بيوصل وجهه نظر خلينا اقول انها مش موجوده دلوقتي قوي على الساحه السياسيه، ومش هقول اكتر من كده عشان ما تحبس. ف يعني هو الموضوع مهما كانت الجهات اتعرضت عليه وقالت هنشيل منه حاجات وبتاع، بس في النهايه الفيلم قوي جدا، وان هو يتعرض في نظره الناس كان دي حاجه حلوه جدا، وانك بتطرح فعلا وجهه نظر مختلفه او حاجه سياسيه عن اللي حصل في مصر من بعد 2011. لان بره زي اي دوله، يعني مثلا احنا في امريكا دلوقتي الناس عندنا في مصر عندها فكره ان دونالد ترامب ده هو الشيطان، وهيلاري كلينتون هي الملكه وهي الملاك هتخلصها، لكن لا، هما الاثنين. في ناس بقى عندها فكره في مصر ان حصل كذا كذا وكذا كذا كذا كذا، مش هقول ايه كذا كذا دي طبعا. والله انا ما بدعمش، انا مستنيين سينما مختلفه، وانا ضد اي اراء على اي سينما لسه ما حدش شافها. انا بستنى دايما اتفرج على الفيلم عشان اعرف اقول رايي، وبستنى دايما ان الجمهور هو اللي بيحط الفيلم في حته معينه او ما بيحبوش يعني. بقدم دور عائشه بنت عندها 14 سنه، هي مؤمنه ان الافكار اللي هي معتقده جماعه الاخوان المسلمين بيقدموها او بيتكلموا عنها المجتمع، هي دي الافكار السليمه اللي هتحكم بسلام او هتخلي السلام يعم على افراد المجتمع. هي بتنزل دفاعا عن الافكار دي او عن الاعتقادات دي، لان هي متربيه في بيئه دينيه وهي شايفه ان ده الصح. لما بتنزل طبعا بتنزل مع والدها اللي هو المفروض ملوش اي اتجاهات سياسيه ايضا، بس هو رجل متدين. بيبتدي تفكيرها يختلف من اللي بتشوفه في الاحداث، من لما بتركب العربيه وبتشوف في طوائف مختلفه مش الناس بس اللي حواليها، وده طبعا بيغير فكرها نوعا ما، بيخليها تبتدي تفكر بتوسع اكتر. وكمان هي بتمر باحداث صعبه جدا بتخليها تعرف ان قد ايه حتى لو اللي قدامك ده مش بيدعم نفس فكرك، بس هو هيساعدك. Audio Jungle.